اهلا بيكم في قناة موفي نايت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. تخيل لو كل مرة تبعت رسالة لحد ميت يرد عليه، والاغرب من كده كل اللي تطلبه يتحقق. ده اللي حصل مع كريج لما دفن موبايل مع راجل عجوز غامض واللي كان بيشتغل عنه. الموضوع بدأ عادي جدا لحد ما الدنيا اتشقلبت تماما مع كريج لما اكتشف ان هاريجان حتى بعد ما مات لسه بيرد عليه. بس السؤال اللي هيخليك تكمل، هو هاريجان فعلا بيساعده ولا في حاجة أعمق وأخطر بتتحرك في السر؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في فيلم النهاردة. لما بتبدأ أحداث فيلمنا مع كريج واللي بيعيش في بلد هادية وصغيرة في أمريكا، بيكون طفل في المدرسة الثانوية. والدته توفت من فترة طويلة وده كان سبب في انه يحس بوحدة وعزلة جديدة، فعشان كده كان دايما بيحاول يشغل نفسه بأي حاجة علشان ما يحسش بالحزن اللي جواه. في نفس الوقت ابوه كان بيحاول يسنده ويقف جنبه بكل الطرق، بس ما كانش قادر يملى الفراغ اللي سابته ام كريج. في يوم من الايام بيروح كريج مع ابوه للكنيسة، وفي المرة دي بيكون هناك راجل باين عليه علامات الغنى من لبسه ومظهره، واللي كان اسمه السيد هاريجان. فلما كريج قرا من الكتاب المقدس انبسط السيد هاريجان بيه وكان عايزه يشتغل عنه، خصوصا انه يقرا له الكتب، ودي هتبقى فرصة شغل سهلة غير متوقعة لكريج. وبنشوف كريج بيبدأ يشتغل عند السيد هاريجان، واللي هو بيكون راجل عجوز وغني جدا وعايش في قصر ضخم بعيد عن الناس. السيد هاريجان كان شخص غامض ومنعزل جدا بيعيش لوحده في بيته الكبير ده، ومن الواضح انه كان عنده ماضي مليان نجاحات لانه كان رجل اعمال ثري جدا. رغم كده كان واضح ان في حاجة تقيلة جواه، حاجة مخلياه شخص كاره للعالم، علشان كده بيكون حابب انه يعيش لوحده. وفي اول يوم بيوصل كريج لقصر السيد هاريجان بيبقى منبهر بكل اللي حواليه من روعة وجمال القصر، وبيقابل السيد هاريجان وبيبدأ يقرا له الكتب، وبيخلص اول يوم على كده. طبعا في الوقت ده بيظهر لنا مشاعر الحزن لكريج وابوه بسبب وفاة امه، واللي سابت حالة من الفراغ في البيت بعد موتها. شغل كريج كان بسيط، كان بيزور السيد هاريجان كل اسبوع 3 مرات وبيقرا له كتب كلاسيكيه زي تشارلز ديكنز مقابل مبلغ من الفلوس. القرايه دي كانت بتربط كريج والسيد هاريجان مع بعض بشكل مباشر، وكل شويه العلاقه بينهم بتتحسن وبقت اكتر من مجرد علاقه عمل. كريج كان بيلاقي في السيد هاريجان نوع من الحكمه والعمق اللي كان محتاجه في حياته، وهاريجان كان شايف ان كريج طفل بريء بيعاني من تحديات الحياه. وعدت السنين وكريج لسه على نفس وضعه، بيروح للسيد هيريجن وبيقرا له الكتب. في الوقت ده بيكون كريج في المدرسة الثانوية، وفي نفس الوقت كريج بيعاني في مدرسته من شوية مشاكل، وخصوصا من شاب متنمر اسمه كيني، واللي كان بيحاول دايما يستفزه ويخليه يحس انه ضعيف. كريج كان بيتعامل مع الموضوع ده بصعوبة، وكان بيلجأ للسيد هيريجن واللي كان بيقول له ان العالم مليان ناس سيئين وانه لازم يكون اقوى من كده. السيد هيريجان كان بيدي لكريج نصايح كتير، منها انه لازم يتعلم يكون قوي وما يثقش في الناس بسهولة. ولما كريج بيسأل السيد هيريجان هل عمره اتعرض لأي موقف تنمر تجاهه، فقال أيوة. فبيسأله كريج اتعاملت ازاي، فكان بيرد عليه السيد هيريجان وبيقول له بقسوة، وأكنه عاوز يقول لكريج لازم تبقى قوي وجريء وشجاع مع أي موقف هتمر بيه. وبعد كده بنوصل ليوم عيد ميلاده، بنشوف إن كريج بتجيله هديتين، واحدة من السيد هيريجان والتانية من أبوه. هدية السيد هيريجان كانت عبارة عن كارت اليانصيب وكسب من خلاله $3000، أما الهدية من والده كانت عبارة عن موبايل آيفون. والهدية دي كان ليها مردود كبير عند كريج لأنه كان نفسه يبقى معاه تليفونه الخاص بيه. وفي يوم من الأيام بعد ما بيخلص كريج مع السيد هيريجان وعاوز يمشي، بيسأله السيد هيريجان إيه اللي بيخليك تيجي لحد عندي 3 أيام في الأسبوع وأنت بقيت شاب وليك أهدافك وطموحاتك؟ فبيكون رد كريج إنه بيستمتع بوجوده مع السيد هيريجان وحبه لقراية الكتب معاه. طبعا الإجابة دي كان ليها عامل إنها تعزز العلاقة بينهم أكتر وأكتر. وبنشوف مع مرور الوقت التكنولوجيا بدأت تدخل في حياة كريج وهاريجان. كريج كان عنده موبايل آيفون جديد، وكان شايف إن الآيفون ده ممكن يكون هدية مناسبة للسيد هيريجان، خاصة إن السيد هيريجان كان دايما بعيد عن التكنولوجيا وما عندوش أي فكرة عن التطورات اللي بتحصل في العالم. ففي عيد الميلاد كريج بيقرر يشتري له موبايل هدية، رغم إنه كان عارف إن السيد هيريجان ممكن ما يتقبلش الفكرة بسهولة. في البداية هيريجان رفض الموبايل وقال له إنه مش محتاجه، لكنه في الآخر وافق بعد ما كريج أقنعه بفوائده، خصوصا في مجال المال والبيزنس، واللي واخده اهتمام كبير منه بدل ما يقرا من الجرايد. مع الوقت كريج يبدأ في قراية الكتب للسيد هيريجان، كان بيعلمه ازاي يستخدم الموبايل وبيعرفه على كل المميزات اللي في الجهاز. وفعلا السيد هيريجان بقى مبسوط جدا بالموبايل لانه كان بيعتبره وسيلة من وسائل التواصل، الاخبار والاعمال والبيزنس، وكل حاجة هو محتاجها. وبنعرف بعد كده ان السيد هيريجان لما نقل من
المدينة وراح للريف، ده كان بسبب انه بيكون منعزل على نفسه اكتر، وكمان ما عندهوش اصدقاء. وفي يوم من الايام بيروح كريج زي ما هو متعود للسيد هيريجان، بس هنا بتكون المفاجأة، السيد هيريجان بيكون ميت على الكرسي بتاعه. بعد كده بنشوف كريج وابوه وهم في الكنيسة علشان يودعوا السيد هيريجان وهو في التابوت بتاعه قبل ما يندفن. وبعد ما الكل بيخرج وما عادش في حد غير كريج، بنشوف كريج بيعمل حاجة غريبة، بيقرر يخلي الموبايل اللي كان اداهوله هدية للسيد هيريجان يدفن معاه في التابوت، وكان شايف ان ده نوع من التكريم لهيريجان اللي بدأ يعتمد على الموبايل في اخر ايامه. وبيخرج كريج من المكان بعد كده، وبعد ما بتنتهي مراسم الدفن بيجي واحد لكريج وبيقول له ان هو هيكون المدير المالي للسيد هيريجان، وبيقول له السيد هيريجان ساب لك وصية قبل ما يموت، وبيسيبوا الراجل وبيمشي. المهم كريج بيفتح الوصية وبيقراها، بيعرف ان السيد هيريجان ساب له 800 ألف دولار كوديعة ليه علشان تكون مصاريف تكفيه خلال فترة دراسته في الجامعة. موت السيد هيريجان كان صدمة كبيرة لكريج، رغم انه كان راجل عجوز ومتوقع ان حياته قربت تنتهي، الا ان العلاقة اللي اتبنت بينهم خلت كريج يحس انه فقد شخص مهم وحكيم في حياته. في الليلة دي بيكون كريج حزين بموت السيد هيريجان، فبيبعت له رسالة وبيقول له انه بيفتقد القعدة معاه وهم بيقروا الكتب مع بعض، وبينام بعد كده. تاني يوم بعد ما بيصحى كريج من النوم بيشوف حاجة غريبة، بيلاحظ ان السيد هيريجان رد عليه وبعت له رسالة، فبينزل زي المجنون وبيروح لابوه بيقول له ان السيد هيريجان لسه عايش والمفروض نفتح التابوت بتاعه. ابوه بيقول له حكايه الرد على الرسائل دي ممكن يكون حد خد الموبايل وبيعمل فيك مقلب، ومستحيل يكون السيد هيريجان لسه عايش بعد ما مات، لانه بعد ما مات تم تشريحه علشان يعرفوا سبب الوفاه. فبيتقبل كريج الحقيقه المره. بعد شويه بيروح كريج للمقابر، وتحديدا عند قبر السيد هيريجان، بيرن على موبايله علشان يتاكد ان الموبايل لسه هنا ولا في حد خده. بس فجأة الموبايل بيرن وكريج بيسمع صوت الرنة جاية من جوه تابوت السيد هيريجان. في نفس الوقت ده بيقلق وبيستغرب. بعد كده بيرجع لبيت السيد هيريجان وبيقعد مع الخادمة، وبتبدأ تتكلم عن السيد هيريجان وقد ايه كان انسان كريم. وبيروح بعد كده للمكان اللي بيقعد فيه مع السيد هيريجان، واللي غالبا هتبقى اخر مرة يدخل المكان ده. بعد كده بنشوف البيت بيتعرض للبيع. اتغيرت حياة كريج بعد موت السيد هيريجان، وبدأ يحب المدرسة، والحاجة اللي خلته ينبسط أكتر هي فصل كيني من المدرسة الطالب المتنمر، بسبب إنه كان بيبيع مخدرات في المدرسة. وبنشوف إن كريج كان في حفلة تبع المدرسة، وفي لحظة كده بيجي كيني ويشد كريج لحد بره وبيقعد يضرب فيه، لأنه كان مفكر إن كريج هو اللي بلغ عنه واللي كان سبب في طرده من المدرسة. وبيقول له كيني لو قلت لحد إني ضربتك هقتلك. حتى لما أبو كريج سأله مين اللي عمل فيك كده مرضاش يقول له. المهم بعد ما كريج بيوصل للبيت بنشوفه وهو بيبعت رسالة صوتية للموبايل السيد هيريجان، رغم انه عارف انه ميت ومش هيقدر يسمعه، ولكن بيقول له على اللي حصل معاه مع الولد اللي اسمه كيني، وبيقول له انه كان بيتمنى انه لو فضل عايش علشان ينصحه يعمل ايه في المواقف اللي زي دي. تاني يوم بنشوف العجب بقى، كريج بيفتح موبايله وبيلاقي ان الرسالة جاية من السيد هيريجان محتواها ان الولد كيني ده مات. كيني اللي كان دايما بيتنمر على كريج مات فجأة في حادثة غريبة. الحادثة دي كانت مربكة ومريبة، وده خلى كريج يبدأ يشك ان في حاجة غلط بتحصل. كريج بدأ يربط بين اللي حصل والمكالمة اللي جات له من رقم هيريجان. هل ممكن يكون هيريجان لسه بيتواصل معاه بطريقة معينة؟ هل ممكن يكون بيحاول يساعده حتى بعد موته؟ وهل هو بيستخدم الموبايل اللي اتدفن معاه علشان ينفذ طلباته؟ الفكرة دي بتبدأ تخليه يعيش في رعب، لأنه مش عارف هل اللي بيحصل ده حقيقي ولا لا، ولا دي حتى مجرد أوهام جوه دماغه. فبيركب كريج عربيته بسرعة، بيروح لحد بيت الولد كيني، وفعلا بيعرف ان الولد مات نتيجة لحادثة بشعة من ناس مجهولين. ومن كتر ما كريج دماغه بقت مشغولة من اللي بيحصل ده، المدرسة بتاعته بتلاحظ انه مش على طبيعته، فبيسألها هل فعلا في اشباح بتكون عايشة معانا؟ فبتقول له انها مش بتحب الكلام في المواضيع دي. وبعد ما كريج بيرجع لبيته بيبعت رسالة جديدة للسيد هيريجان، وبيسأله ان كان ليه اي علاقة بموت الولد كينيدي، وبيقول له لو ليك اي علاقة بموت الولد ده اخبط على جدار بيتي 3 مرات. وبعد ما قال الكلمتين دول مرة واحدة تليفونه بيرن، فبيتخض، فبيبص علشان يشوف مين اللي بيرن، فبيطلع رقم موبايل السيد هيريجان، فبيترعب اكتر.
بعد كده بنشوف كريج بيروح لمحل موبايلات علشان يغير موبايله على امل انه ما عادش يستقبل اي رسائل او مكالمات من السيد هيرجن، وبيشيل الموبايل القديم في صندوق. بعد كده بيروح للمدينة وبيسيب المدينة علشان عاوز يتعلم حاجات خاصة بالكتابة والتحرير والصحافة، وبنلاحظ انه بيكون مجتهد جدا في دراسته وشغله. بعد شوية بيوصل لكريج خبر من ابوه بيقول له ان المدرسة بتاعته عملت حادثة وماتت، فبيحزن عليها جدا. بعد الموقف ده بيرجع لبيته، بيجيب الموبايل اللي كان شايله وبيبعت رسالة صوتية للسيد هيرجن وبيقول له عن الشاب اللي تسبب في موت المدرسة بتاعته، وبيطلب منه انه يساعده في الانتقام من الشاب ده. بعد ما بيرجع لمكان دراسته بيفتح اللاب بتاعه فبيشوف خبر عجيب. بيشوف ان الشاب اللي تسبب في موت المدرسة بتاعته تم العثور عليه مقتول. ولما حاول كريج يتعرف على سبب موته عرف انه انتحر وهو في الحمام. وعلى قد ما كريج بقى حاسس بالرعب، هو برضه بيحس بالذنب لان بكده يعتبر ليه ايد في كل اللي بيحصل ده. فعشان كده بيروح لقبر السيد هيرجن وبيعتذر ليه عن كل اللي حصل من بداية الموبايل اللي حطه في القبر، وانه كان بيحاول يتواصل معاه بعد موته بالرسائل الصوتية. وعشان يتخلص من اي حاجة تجمعه بالسيد هيرجن وخصوصا المراسلات اللي كانت بينهم، فبيمسك كريج الموبايل القديم بتاعه وبيرميه في المية وبيمشي. وبكده كريج يكون أنهى أي حاجة ممكن تفكره أو تجمعه بالسيد هيرجن إلى الأبد. لحد هنا بيخلص فيلمنا على كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم على خير الفيلم الجاي.